السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم حبايبي متابعين مطبخ شيري. النهارده هنعمل وصفة لذيذة وسهلة، ومحبين الكبار والصغار قبل الكبار. يلا بقى لايك وشير وسبسكرايب وكومنت حلو جميل منكم، دعوة حلوة من قلبكم الابيض، وان شاء الله ربنا يكتب لكم الخير ويكتب لنا الخير. يلا بينا نخش في وصفتنا كده على طول. هنجيب حله نحط فيها الماده الدهنيه، وهنزل عليها بالطماطم، هنزل عليها بالتوابل بتاعتي، التوابل اللي انت بتحبيها. انا عن نفسي حطيت بابريكا واوريجانو وكمون وفلفل اسمر وبهارات لحمه، وحطيت شطه، وخلاص على كده وقلبت. خلاص هغطيها بقى، وتعالوا هنا حطيت الصينيه بتاعتي او الطاسه بتاعتك، ونزلت بالماده الدهنيه، ورحت نازله بالكبده من غير ما اتبلها زي ما هي. تمام، نزلت بالكبده بتاعتي دي، اسهل طريقه على طول سريعه. شوحتها كده زي اللحمه، زي ما بنشوح اللحمه زي ما انتم شايفين. هبدا بقى انزل عليها بعد ما اقلبها على الوشين، تاخد صدمه من الوشين، هروح نازله عليها بالبهارات بتاعتي. هنزل بالكمون، وهنزل بحبه من القرفه وفلفل اسمر وبهارات لحمه وتوم بودر وبصل بودر، وهحط شويه كاري وشويه شطه طبعا، وحبه كزبره طبعا. هنا التوابل دي حاجه بتكون ليك انتي. هنزل بقى بحته ليا انا مسيحاها عشان تدي لها طعم ونكهه حلوه، وهنزل معايا بفلفل الوان اخضر واصفر واحمر، انت ليك الحريه تنزلي باللي انت بتحبيه. خلاص هنا الفلفل عشان يديني حديد. تعال بقى نشوف الصلصه بتاعتي. شايف الصلصه بتاعتي تحفه. هنزل عليها باي نوع مكرونه انت بتحبيه سلقاه. خلاص طبعا الصلصه هنا انا شلت منها شويه قبل ما انزل ليه بالمكرونه بتاعتي، وهقول لكم ليه دلوقتي. وبرده ما نزلتش بالمكرونه كلها. هنا بقى ممكن تسلقي المكرونه زي ما انا مسلقاها السليق العادي بتاع الاكل، وممكن تسلقيها نص سلق وتسيبيها تتسبك مع الطماطم. دي حاجه برضو حريه ليك انتي خالص. تعالوا بقى هنا رحت مفسحها شويه، او يعني زحت الكبده شويه كده، ورحت نازله فصين توم مهروسين وقلبتهم. هنزل عليهم بمعلقه من الخل وهقلبهم كويس جدا. وخلاص كده الوصفه بتاعتنا خلصت. شفتوا بقى اسرع من كده وصفه؟ يلا بينا نغرفها مع بعض. خلاص هنزل بقى بالكبده بتاعتي على المكرونه، وزوقيها بقى بخضره باي حاجه. الخضره دي طعمها كان تحفه في المكرونه مع الكبده، كان حاجه خرافه على فكره. قبل ما تكون شكلي كانت فعلا طعم جميل جدا. هنا بقى المكرونه اللي انا الصلصه اللي انا شلتها علشان احطها على وش الكبده. وممكن الطبق التاني برضو كنت ترشي على وشه صلصه بس على الكبده لو انت حابه. انا رشيت بس، اكتفيت ان انا ارش على الطبق اللي هو ما فيهوش صلصه. تمام كده، وصفه بسيطه وسهله ولذيذه. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير، ولو لسه مشتركه معايا في القناه جديد ادخلي ودي لك جوله في القناه، هتعجبك ان شاء الله. اسيبكم في رعايه الله، مع السلامه.